جرب الفلافل بمطعم الشمس. يلا. انا الدلباني انسان بحب بطنه كتير وبحب الاكل، قررت تصير جرب لكم مطاعم واعطيكم الرأي فيها. اليوم حنجرب الفلافل من مطعم الشامس فرع زحلة، وهاي الفلافل من عند الشامس. هلا اول شيء الباكج تقول انا طالب كارتيه مش فلافل للامانه يعني. بسم الله. تمام. هاي الباكج من جوا. هلا هذا الشيء مزعج، فيها 3 طراطور، كمية منيحة للطراطور، بس في وحدة بالكرتونة فاضي، يعني يا لازم ينعمل كرتونة فيها 3 وحدات يا اما يلاقوا لهم حل. مش حلو منظرها هيك. كمية الخضرة ممتازة الصراحة. خلونا ندوقها. بسم الله. هذا قرص، ننزل فوقه دغري هيك بالطراطور. طراطورهم مش خفيف. تمام. بسم الله. عم صور لكم بالهواء الطلق اليوم راحوا الشعرات. تمام. بالنسبة للطراطور سماكته ممتازة، الخضرة مبينة فريش. الفلافل الصراحة نكهتها كتير طيبة بس مسقعة، يعني أنا شفته عبالي من المقليين، قلت له سخنين للموظف قال لي إيه. بس هاي مش مسؤولية المطعم الصراحة، لأنه النكهة طيبة بس مسقعين، والفلافل وقت تسقع بتبطل تقرش. فيها قرشة خفيفة بس مجلد القرص، وأكدت عليه قلت له سخنين قال لي إيه. بس كنكهة طيبة، فيها نكهة الكزبرة ظاهرة ممتازة. هلا تعالوا لنلف عروس، ناخد شوية خضرة مشكلة، بندورة، كبيس مقتي، لافت، نفقش فلافل، طراطور، قطرة طراطور، بنلف هيك، ترجع تجيبوا هيدا تسكروا من هون وعليهم. وهلا بنقول له بسم الله. اكيد بدنا حد قرونا من الحار. وايلي هلا عشان ننت كرانش هاي القديمة من بيعرفها. حد الفلافل مش طيب الا الكرانش اذا حدا ذكرها. بسم الله. يا ويلا ويلاه، بس لو الفلافل سخنة نكهة ممتازة بس الفلافل مسقعة. نجي للتقييم. بالنسبة للباكج مهضومة كتير مرتب الباكج، بس لو ما هي الفتحة فاضي يعني يا حطوا فيها صوص يا شيلوها من العلبة من الأساس. طعم كتير طيبة، الكمية منيحة. السعر $6 بعتقد، لأنه أنا طلبت دزين ونص، هيدي دزين ونص دزينة لحدا. المهم طلعوا $9 ونص. طعم كتير طيبة بس الفلافل كانت مسقعة. كمية الخضرة ممتازة فريش، الطراطور سميك، والسعر مقبول، مش رخيص ولا غالي، مقبول بالنسبة للفلافل وللباكج اللي حاطينه والكمية. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، والبعد مش عملنا فولو يعملنا فولو لنوصل ل50,000 متابع. واكتبوا لي بالكومنتات شو بدكم نجرب لكم المطاعم، والى اللقاء.